السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي. النهاردة هعمل معاكم سمك مشوي في البيت، مش هاخد منك أي وقت، هيخلص على طول. هعملها وهقولك على التركات بقى وازاي تعمليه بمنتهى البساطة، بدل ما تدفعي بره. بقى دلوقتي الشوي غالي جدا ومش هتتعبي صدرك، لأني هقولك هتعملي ايه بالظبط. تمام. أنا طبعا قبل الفيديو جايبة السمك وأي حجم انت عايزاه وأي كمية انت عايزاها، طبعا براحتك على الآخر. طبعا انا جبت السمك دهوت ونضفته قبل الفيديو، نضفته كويس جدا. طبعا بتاع السماك بينضفهولك وكل حاجه، والسمك المشوي احنا عارفين ان هو بيتفتح بطنه بس انا طبعا برجع اغسله تاني، وبغسله بالفرشه دي من بطنه، بخليه زي الفل. الفرشه دي عايزاكم كلكم تجيبوها، على فكره رخيصه جدا، والتلاته مش عارفه ب10 جنيه او ب15 بالكتير قوي. رهيبه. يعني خلي واحده للسمك، وممكن تخلي مثلا واحده للخضار، بتخلي الحاجه في منتهى الجمال، وبتخش بصوا في في جميع الحتت اللي انت ايديكي ما تقدرش تجيبها، حاجه كده خيال. تمام. حلوه قوي. فغسلت بيها طبعا السمك، ولازم تتصبن بعد كده كويس قوي قوي وتنشف عشان ما تعملش ريحه. طبعا سيبته لغايه ما يصفى. هنركن السمك كده على جنب. طبعا ليه تتبيله، هقول لكم التتبيله بتاعتها ايه، انا مجهزاها. طبعا هشويه الرده الناعمه. تمام. لازم يكون عندك حاجه خاصه بشوي السمك، ما تستعملهاش لاي حاجه تاني، يا اما صاجه يا اما طاسه. ودي طبعا للسمك بس، انا عندي طاسه وما بعملش فيها غير السمك المشوي، ما بستعملهاش لاي حاجه تاني. تمام يا حبايب قلبي. طيب تعالوا بقى نعمل السمك. هنحطه كده في الرده. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا حاطه الطاسه على النار اهو. خلي بالكم بقى من كل التركات اللي انا هقولها، واعملها لكم زي اللي بتعملوه بره ويمكن اجمل. ممكن نحشيه وممكن لا، انا عن نفسي ما بحشيش قلبه. تمام. لان هما بيحبوه كده، فما بحشيش قلبه. لكن لو حبيتي تحشي قلبه، تمام، هتعملي له بقى التتبيله بتاعته، اللي هو جزر مبشور وبصل وبقدونس وقطع من الطماطم بسيطه لو حبيتي، وبس على كده. بس انا ما بعملوش كده بصراحه. لو هتعمليه سنجاري تمام، لكن انا بعمله ساده. تمام. لكن التتبيله بقى اللي بتشرب بيه دي بقى قصه تانية يعني. تمام يا حبايب قلبي. انا حاطه طاسه على النار ومسخناها. يلا بينا نروح على البوتاجاز، يلا بينا. بصوا بقى يا امارات، على ما الطاسه بتاعتي او الجريل او اي حاجه بشوي عليها السمك تكون بتسخن، انا هكون بعمل التتبيله. ايه هي التتبيله بتاعتي؟ بصوا: فلفل احمر، ما ينفعش فلفل اخضر، ينفع بس الاجمل، ولو لقيتيه في السوق لازم تجيبي منه وتخزنيه. خزينيه. اعمل فيه ايه بقى؟ بعمله بطرمانات كده، بخليه لاي حاجه، بينفع لتتبيله بتنجان، لتتبيله اي حاجه. وللسمك بقى تتبيله السمك ما اقولكوش. تمام. انا جايبه طبعا الكميه دهيت. دي طبعا هتزيد عن ان استعملها، فهخلي الباقي في البطرمان، مش هاجي جنبه. تمام. لحين ان انا استخدمه مره تانية. طيب ايه التتبيله بقى؟ البتنجان زي ما قلت لكم، بتنجان احمر، وقشرت توم. طبعا انا مش هقول لك قد ايه، يعني انا الكميه دي زياده عن احتياجي. تمام. انا هاخد اللي هاخده والباقي هشيله. وطبعا التتبيله كزبره ناشفه وكمون، ودي اهم حاجه، كمون وبهارات. انا حطيت معلقه كبيره من كل حاجه ونص معلقه بهارات. الملح على حسب التحديق بتاعي. وطبعا ليمون وخل. يلا بقى نضربهم الاول في قلب الخلاط او الكيتشن. هنعمهم كويس جدا جدا جدا، ونرجع تاني. طبعا نشوف السمك بقى، نحطه كده على البوتاجاز، ونعمل في نفس الوقت الخلطة بتاعتنا، عشان اول ما تطلع على طول بنشربها. اهو حبايب قلبي، زي ما قلت لكم كده، انا بستعمل الطاسة دهيت، ما بستعملهاش لاي حاجة غير السمك. تمام. وطبعا هي تستوعب اتنين مع بعض، يعني تستوعب سمكتين مع بعض، فمفيش مشكلة. احط الاتنين جنب بعض ويستووا مع بعض. خلي بالكوا بقى، انا السمك هديله وش، يعني وش من ناحيه والوش التاني من ناحيه تانيه. ها. ومش هسيبه وقت كبير قوي، يا دوبك بس ياخد ريحه الشوي. طب امال هنعمل ايه؟ ما هو لو سبتيه وقت كبير جدا لغايه ما يستوي، مش هيبقى جوسي. الميه اللي جوه السمكيه نفسها هتنشف. فانا طبعا معليه النار، مش موطياها، ولا هي وسط ولا هي عاليه قوي، يعني هي ما بين الوسط وما بين العالي. يا دوبك تاخد وش من ناحيه دي وش من ناحيه دي، اللي هي تاخد وش التحمير بتاع الشوي. تمام كده. وبعد كده بقلبها على الوش التاني، وبعد كده هقول لكم هعمل ايه. تمام. طبعا هضرب الخلطه زي ما قلت لكم كده، وهوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. خليكم معايا. طبعا خلاص ضربت بقى الخلطه زي ما قلت لكم كده في قلب الكيتشن. وده عصير ليمونتين. بسم الله. بسم الله. بسم
نحط معلقتين من الخل، وده ضروري جدا. بسم الله. وطبعا حطيت كوبايه ونص من الميه. تمام. لازم طبعا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ والله ريحتها جباره. تمام. هحط بقى الملح بتاعي، واحط ملح بزياده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ملح بزياده، مش زي ما بحدق السمك واقليه، لا ده مختلف شويه. تمام. يعني مش اخليه مالح زياده عن اللزوم، بس بيبقى حادق شويه عن المعتاد عشان ما يبقاش ماسخ. تمام. عشان السمكيه عندي تبقى متحدقه كده وطعمها حلو قوي. طبعا هدوق كده واشوف الدنيا فيها ايه، وبس الخلطه بتاعتي جاهزه كده. على السمك ما يخلص نروح نشوفه بقى اخباره ايه. اهو بقى يا امارات. خلاص كده هقلبه على الناحيه التانيه. بسم الله. ادي الناحيه الاولانيه اتشوت اهو. هي طبعا ما استوتش 100% زي ما قلت لكم. تمام. هقول لكم انا هعمل ايه. بسم الله. انا لو فضلت سايباها طبعا السمكيه بتاعتي الميه بتاعتها هتنشف ومش هتستوي، لان السمك المشوي نفسه بتبقى الحبايه لازم تبقى كبيره، لانها بتخس بعد ما بتتشوي، فلازم تجيب كبيره شويه. تمام. مش زي السمك الصغير بتشوي قوام. لا، هسيب بقى الناحيه التانيه. كل ناحيه هتاخد حوالي 10 دقايق. تمام. الناحيه اللي فاتت خدت 10 دقايق، ودي 10 دقايق او اقل شويه على حسب السمكيه بتاعتك. انا بتكلم على السمكيه بتاعتي. تمام. خدت 10 دقايق على الوش الاولاني، ودي قلبتها وحطيتها على الوش التاني. هتاخد برده نفس الوش ده كده التحميره، واقول لكم هعمل ايه، هكمل سواها ازاي. تمام كده. طبعا مشغله الفرن عشان انا هحطها تكمل سواها في قلب الفرن. طب هتعملي ايه؟ خلينا في الخطوه دي عشان ما تتوهوش مني. انا كده قلبتها على الوش التاني، وهسيبها تاخد وش برده شوي، وهرجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايب قلبي، كده خلاص اخدنا الوش التاني. خلاص يعني كده يعتبر هو خد وشين اهو. بصوا على الوشين. تمام. محضره طبعا صينيه وارصه فيها اي كميه. تمام. طبعا انا خلاص بقى الكميه اللي معايا كلها. تمام. هرصها في قلب الصينيه، هقول لكم ليه بقى. تمام. شد بقى دلوقتي كمان هي كمان، واحط الباقي اللي معايا، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص الكميه هقول لكم هعمل ايه. بصوا بقى يا امارات، كده خلاص الكميه اللي انا جايباها شويتها، سواء اكتر من كده او اقل خلاص انا شويته ووريت لكم الطريقه ازاي. طبعا التتبيله بتاعتي الرائعه الرهيبه اهو. هرشها بقى على السمك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هخليها كلها تتملي دقه، لان طبعا الملح ده اللي هيحدق السمكيه. طبعا هي مش مستويه 100%، شغاله الفرن. عندك حلين، يا اما تحطيه في قلب الفرن 10 دقايق كمان، يا اما تحطيه من فوق وتغطيه وتحطي عليه غطا وتسيبيه يكمل سواه 10 دقايق بالظبط، وتاكلي احلى سمك. تمام. على فكره لما بتاكلوه عند بتاع السمك المليان المحمل اللي بالشكل ده لازم يدخله جوه شويه في شوايه وفي فرن، بيروح مدخله شويه يستوي. تمام. عشان السمكيه ما تبقاش نيه من جوه. هو واخد دلوقتي الشوي بس مش مستوي 100%. هحطه دلوقتي في قلب الفرن، وقلت لك عندك حلين، يا اما من فوق البوتاجاز وتغطيه، يا اما جوه الفرن وياخد 10 دقايق كده او كده، ياخد 10 دقايق. نشوف شكله بعد ما يخرج. طبعا هيكون استوى ويبقى في منتهى الجمال، وتاكلي احلى سمك وهتعتمديه مش هتعملي بره تاني. تمام يا حبايب قلبي. تمام كده خلاص حبايب قلبي، بعد ما خلصت السمك واستوى على الاخر، طبعا في منتهى الجمال. يا رب تجربوه وان شاء الله ينور رضاكم. ما خدش معايا اي وقت، وبدل التكلفه بره اعمليه في قلب البيت، وكل اللي هيدوقه مش هيصدق ابدا ابدا انه معمول في البيت. اقسم بالله طعمه خرافه، رهيب في منتهى الجمال، وما كلفتش اي حاجه. وطبعا بره بتشوي بمبلغ قدره، وانتوا عارفين طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. ان شاء الله جربوه ينور رضاكم. اتمنى لكم كل سعاده من كل قلبي، يا رب تكونوا استفدتوا. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.